السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة يا سادة، مع الأعمال الفنية العربية والمصرية التي تتعمد تغيير التاريخ ووضع مكانه كده حتة على مزاج المؤلف وحتة على مزاج المخرج وحتة على مزاج الممثل وهلم جرة. طيب يا سيدي، الكلام ده ممكن يكون مقبول في حكاية ولا حدوتة تاريخية عادية، لكن لما يكون العمل الفني ده هو ترجمة لشخصية تاريخية مهمة، يبقى لازم العمل ده يكون منقول حرفيا من تاريخه الحقيقي. ولما تكون الشخصية دي شخصية دينية وتاريخية كمان، يبقى لازم الكلام يكون عنه أكثر دقة وأكثر أمانة في السرد. لكن لما تكون الشخصية التاريخية دي هي شخصية الإمام العلم، إمام الدنيا الشافعي، يبقى لازم الجميع يقف انتباه ويعرف هو بيتكلم عن مين. مسلسل اسمه رسالة الإمام، بطولة الممثل العاطفي خالد النبوي، اللي فيلم واحد من أفلامه اسمه المصير فيه كمية مشاهد خادشة للحياة كتيرة جدا، وكان فيلم من إخراج النصراني الراحل يوسف شاهين. طيب إيه لازمة إننا نتكلم عن فيلم خالد النبوي المصير وعن مخرجه يوسف شاهين؟ والرد ببساطة انه لا يليق ابدا ان ممثل جاي من احضان الممثلات علشان يقوم بدور امام مصر والدنيا كلها، الامام الشافعي عليه رحمة الله. واحد يقول لك وايه يعني يا عم الشيخ، شخصية الشافعي مثل اي شخصية عادية جدا. نقول له لا يا بروف، شخصية الامام الشافعي تختلف تماما عن اي حد تاني. ليه؟ لان الامام الشافعي يعتبر من الاعمدة الرئيسية لنقل وتفسير وتوضيح وتعليمنا دين الاسلام كله، بالاضافة طبعا الى اسيادنا واسياد الدنيا كلها، الامام مالك وابو حنيفة وابن حنبل وغيرهم من نجوم الامة اللي بجد، مش نجوم فيلم المصير ولا فيلم الليمبي. ولان الامام الشافعي كنيته ابو عبد الله واسمه بالكامل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي إلى آخر الاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. وبالتالي فإن الإمام الشافعي رحمه الله يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الجد عبد مناف ابن قصي. وبكده ما ينفعش نجيب ممثل يكون بالأمس في أحضان الممثلات ونجيبه النهاردة يمثل دور راجل وإمام علم من بيت النبوة، لأن ده هيسيب صورة غير سليمة في ذاكرة الأجيال، لأن الصورة بتنطبع في أذهان الناس بسرعة وخصوصا الصغار، وبالتالي يكبر الطفل وفي ذهنه أن الإمام الشافعي على هيئة وصورة الممثل خالد النبوي، زي ما صورة أنطوني كوين بتنشر النهاردة على أنه هو عمر المختار لمجرد بس أنه مثل دوره في فيلم أسد الصحراء، ولا عنتر بن شداد اللي انطبع في أذهان الناس والأطفال خصوصا على أنه فريد شوقي لمجرد أنه قام ببطولة فيلم عنتر بن شداد، والأمثلة كتيرة جدا. طيب لو الطفل ده يا سيدي كبر وبقى شاب وشاف فيلم فيه مشاهد غير أخلاقية للممثل خالد النبوي، يكون إيه الوضع وإيه نوع الصراع داخل عقل الشاب ده؟ فكر فيها واحكم انت. نيجي بقى للمسلسل، ومن أول كام حلقة كده تلاقي كمية مغالطات تاريخية مريبة وعجيبة. يعني لما تحب تكذب خلي كذبك مساوي على رأي المثل الشعبي. والمصيبة ان في بروم المسلسل مكتوب تمت مراجعته عن طريق الازهر الشريف، ونفسنا بس نعرف مين في الازهر الشريف راجع المسلسل وسمح بتمرير الاخطاء التاريخية بهذه الفجاجة. ولا نظن الا ان يكون المراجع للمسلسل ده احمد كريمة ولا خالد الجندي ولا سعد الهلالي. في التمهيد للمشهد المغالط للتاريخ يوجد مشهد تمهيدي لما بعده، تعالوا نشوفه ونرجع تاني. لا يبدو الجو مناسبا، بماذا تنصحني؟ هناك دير على طريق فرعي يا إمام، يستريح فيه من يسافر من الزهاد والعباد ويتداوون فيه. كم من الزمن نحتاج للوصول إليه؟ مسير يوم يا إمام.
المشهد هنا بيقول له رفيق السفر ان في الطريق ده دير لرهبان نصارى يستريح فيه العباد والزهاد، والامام بيخبر اسرته انه باقي مسيرة يوم واحد لحد الوصول الى الدير وطلب العلاج من الرهبان. والمشهد ده بيتضح غرضه في المشهد اللي هنشوفه بعد شوية، لكن في الحقيقة مفيش حاجة بتقول ان زوجة الامام الشافعي مرضت اثناء رحلتها مع الشافعي الى مصر، ولا توجد التفاصيل اللي بالمسلسل عن مرضها في الحقيقة نهائي. انت تعرف ان في 88 كتاب عن الامام الشافعي ولا كتاب منهم قال اللي حصل واللي بيحصل في المسلسل ده. نيجي بقى لمشهد المغالطة الفجة في المسلسل، اتفرج وشوف. أعرف أغلب الأعشاب التي مزجت، ولكن هناك أعشاب أراها لأول مرة. كل الأعشاب آمنة مما تجود به الأرض، لقد جربتها لسنين طويلة. لا تخشى شيء. لا أخشى شيئا، وما توكلي إلا على الله، فقط أهتم بالمعرفة. تعلمت من أسفاري وأنا صغير ألا أسكن في بلد ليس فيه عالم يفتيني في أمر ديني وطبيب ينبئني عن أمر بدني. هنا الإمام ذهب لرهبان نصراني بيفهم في الطب، وهذا لم يحدث في الحقيقة، وهذا الموقف يقلل من قدرة الإمام الشافعي رحمه الله. طيب إيه السبب؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله كان بيفهم في الطب أكتر من كل أطباء عصر مجتمعين، ولا يحتاج أن يذهب إلى طبيب من أجل علاج زوجته. وأصلا لا يوجد في التاريخ ما يقول إن زوجة الإمام أصلا مرضت أثناء رحلة السفر. ومش فاهم إيه الغرض من حشر مشهد زي ده في المسلسل. لو كان الموضوع هو تمرير التسامح مع النصارى فلا نحتاج تزوير تاريخ الإمام. من أجل شيء كان من الممكن علاجه بطريقة أخرى ومن خلال سيرة الإمام أيضا، لكن من الواضح إن المؤلف محبش يتعب نفسه في البحث عن التاريخ الحقيقي عن سيرة الإمام. الإمام عنده كلام كتير على عدم ظلم النصارى وعدم التعدي على حرماتهم وأملاكهم وبيوتهم وأعراضهم وعدم ظلمهم، وعنده كلام عن التعامل والتعايش اليومي الحياتي مع أهل الكتاب والأكل من طعامهم وأكلهم من طعامنا، وأيضا بجواز تعزيتهم في أحزانهم ومجاملتهم في أفراحهم. وأيضا عند الإمام فقه بيقول بعدم فرض الجزية على العاجز من النصارى عن دفعها، ودي كانت مناسبة جدا لعصره. وغير كده كمان الإمام الشافعي لا يحتاج أن يذهب إلى راهب من أجل علاج زوجته، ولا يحتاج الذهاب إلى أي طبيب، لأن الإمام نفسه كان طبيب، وليس طبيبا عاديا بل أيضا يفهم في علم التشريح جيدا، وهذا علم أعلى من علم الراهب في الدير الذي ليس له وجود في الحقيقة. قال العالم المصري أبو حسين المصري في كتاب مناقب الشافعي للإمام البيهقي إن الإمام الشافعي لما نزل إلى مصر وقابل طبيبا مصريا فظل الإمام يعلم الطبيب المصري ما عنده من علم الطب الذي لم يسمع به طبيب مصر، حتى ظن المصري أن الإمام الشافعي ليس عالم شريعة ولكنه طبيب العراق الأول. وعرض الطبيب على الإمام أن يقرأ عليه من كتب بقراط الطبيب اليوناني المولود سنة 460 قبل الميلاد، فرفض الإمام الاستماع له لانشغاله بكتبه وعلمه، أي أن الإمام الشافعي تفوق على الطبيب المصري المتخصص في الطب فقط، بعكس الشافعي المشغول بكتير من علوم الدنيا والآخرة. حتى إن مذهب الإمام نفسه لا يتفق مع وقوفه أمام راهب يعلق الصلبان في صدره بهذه الذلة والانكسار، وحسب مذهبه لا يقبل أن يدخل دير معلق فيه الصلبان. قال الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في المجلد الرابع صفحة 218: لا يحق لهم أن يحدثوا في مصر من أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا لضلالاتهم ولا صوت ناقوس ولا حمل خمر ولا إدخال خنزير ولا يعذبوا بهيمة ولا يقتلوها بغير الذبح ولا يحدثوا بناء يطيلونه على بناء المسلمين وأن يفرقوا بين هيئاتهم في اللباس والمركب وبين هيئات المسلمين. كل الكلام اللي فات ده كلام الإمام الشافعي رحمه الله، يعني اللي شفتوه ده مش الشافعي الحقيقي. وممكن نقول رسالة الإمام أحمد النبوي مش رسالة الإمام الشافعي. تعال بقى كمان لحتة تانية في المسلسل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف بن يحيى البويطي. أهلا بالمويطي. أهلا بك يا إمام. أكيد سمعتها كتير بس هقولها تاني. نورت الفسطاط. فسطاط منورة بأهلها. صح.
المشهد ده يحسسك ان الشافعي رحمه الله مش من مواليد سنة 150 هجريا، ولكن من مواليد حارة من حارات القاهرة سنة 1980 ميلاديا. الامام الشافعي جهبذ واسد اللغة العربية، بيتكلم كأنه الممثل محمد سعد في فيلم الليمبي، وبيتكلم بعامية الاسبوع اللي فات مش من 1250 سنة فاتت. وده ممكن اذا كان المؤلف يقصد الشافعي اللي متربي في حارة اليهود ولا في حارة السيدة، مش الامام الشافعي سليل بيت النبوة رحمه الله ورضي عنه. في المشهد ده كمان مطلعين الامام الشافعي قاعد مع السيدة نفيسة، خلوة غير شرعية، لا وكمان قاعد قريب منها جدا، ونظرات عينه على وجه السيدة نفيسة كلما تكلم معها او كلما تكلمت هي معه. وما كان هذا ليحدث من امام الدنيا الشافعي ولا سليلة بيت النبوة السيدة نفيسة رضي الله عنها بنت الحسن ابن يزيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. وما ورد هذا أبدا في سيرة الإمام، بل وما حدث في زمانهم، بل كان الحديث بينهم إن تم يكون من وراء حجاب وفي مجلس علم عام، هذا إن حدث في زمانهم. وفي المشهد ده بيظهر لنا المسلسل ان الامام الشافعي يقف ذليلا منكسرا متوسلا امام هارون الرشيد ومجموعة من المساجين. وما حدث هذا من الاصل وما كان ليحدث. لا الامام الشافعي وقف ذليلا امام هارون الرشيد ولا هارون الرشيد عذبه واهانه كما صور لنا المسلسل. كل ما في الامر ان احد ولاة هارون الرشيد على اليمن اسمه حماد البربري اوقع بين الامام وهارون الرشيد بأن الشافعي يريد أن يخرج على أمير المؤمنين هارون الرشيد، فأمر الرشيد بإحضاره إليه، فكبله حماد البربري بالقيود دون أن يطلب منه هارون الرشيد. وكان هذا الوالي ظالم شديد الظلم، وكان الإمام لا يسكت له أبدا بل ويفضح أفعاله وفساده، رغم علم الإمام الشافعي أن الخبر سوف يصل إلى هارون الرشيد على غير الحقيقة، ومع ذلك لم يخف من الوالي ولا من هارون الرشيد ولا من جنودهم. فلما جاء الإمام سأله هارون الرشيد عن حقيقة ما بلغه، فأنكر الإمام وساق الأدلة على كلامه، فقبل منه هارون الرشيد بل واعتذر له، وجلس يطلب العلم من الشافعي ويسامره ويكرمه. وطلب هارون من الإمام الشافعي الموعظة، فوعظه الإمام حتى بكى هارون الرشيد وأبكى الجلوس من حوله. فما ورد في المشهد كذب وافتراء وتدليس. ولم يقف المسلسل عند هذا الحد، بل أخطأ أخطاء فادحة فيها مخالفة صريحة لمذهب الشافعي رحمه الله، وكأن الشافعي بتاع المسلسل ده شخصية من وحي خيال المؤلف، ولا علاقة لهذه الشخصية بشخصية الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الجهبذ العلم، فقيه زمانه ومحدث عصره. ولا زال للحديث عن هذا الهراء بقية، فانتظرونا. ولا نختم الحلقة إلا بسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.